نبدأ بسم الله. أول فكرة معانا فكرة حلوة قوي هنعملها بين الشنطة القديمة. كلنا عندنا شنط قديمة طبعا مستهلكة مش بنخرج بيها خلاص، تعالوا بقى نستخدمها في فكرة تحفة تحفة. هنشيل أول حاجة اليد بتاعة الشنطة، هنفك الخياطة يعني كده واحدة واحدة بالقطر أو بأي مقص رفيع علشان ما نقطعش الجلد. وشلت القلاب بتاع الشنطة، وبعد كده هشيل البطانة كلها بتاعة الشنطة، وهستخدم بقى الجزء ده. هاخد مقاسه كده، دي رجل بنطلون قديم. طبعا هنستخدم برضو في الافكار بتاعه النهارده الملابس القديمه كلها، يعني افكار حلوه قوي من الملابس القديمه. خدت ارتفاع الشنطه كده، خدت المقاس بتاعها على رجل البنطلون وقصيت الجزء ده، وهبدا ادخله في الشنطه، وهثبت الاحرف على الحافه كده من بره، يعني هعمل لها كفر داخلي من رجل البنطلون. هتبقى سهله معاكي جدا لان هي متقفله جاهزه من غير ما تقفلي ولا تاخدي مقاسات ولا اي حاجه. هثبت كل الاحرف، وبعد كده هجيب قطعة من الكرتون على مقاس القاعدة بتاعة الشنطة من جوه. هنقيسها طبعا من بره وهنقصها وهنغلفها بأي قطعة قماش، وهنثبتها في القاعدة من جوه علشان تظبط الشكل بتاع البوكس اللي انا هعمله او الشنطة اللي انا هعملها. ودي شنطة هدايا اللي هي قماش الفازلين دي، انا اخدت برضو مقاس الشنطة منها وركبتها في الشنطة من بره، وهبتدي اتني الاحرف من بره كده وهثبتها. لما تتني كده هتديني فينش حلو جدا اهو، بتني الحرف وبثبت حتة حتة بالشمع. غلفناها من بره ومن جوه بطرق سهلة جدا وهتديني نتيجة هايلة. هنا بقى جبنا حزام الشنطة، اخدت قطعتين كده مقاس بعض قد بعض من حزام الشنطة اللي انا كنت خلعته من الشنطة الاول، وهغلفه من شنطة الهدايا اللي انا عملت بيها كفر من بره. هغلفه بالشكل ده القطعتين طبعا، وهركبهم كيد كده بالشمع. هيثبتوا معايا كويس لان القماش بيثبت في القماش جدا بالشمع. وهستخدم من فوقهم بقى شريط التزيين، هيثبت معايا اليد في الشنطة وهيديني اصلا فينش حلو جدا. واي شريط تزيين هتستخدميه هيديكي نتيجة حلوة. اهم حاجة نساق الالوان. وهنا بقى هضيف الفصوص اللولي من بره، ودي وردات كده برضو بتتباع، بتبقى حلوة قوي وسعرها رخيص جدا. الكيس فيه 10 وحدات بيبقى ب7.5 جنيه، يعني الواحدة اقل من جنيه. عملت لها منظر حلو قوي من بره كده، عملنا منظم تحفة ممكن تستخدميه لاي ادوات خاصة بيكي في البيت او في دولابك او على تسريحتك. اي ادوات خاصة بيكي رفايع كده في الدولاب بيبقى منظره تحفة. وممكن كمان تستخدميها او تديها لبنوتة صغيرة عندك، هتبقى حلوة جدا ليها. تاني فكرة معانا استخدمت اكمام تيشيرت، اخدت يعني تلتين الكم كده من قدام، وهستخدم الازازتين البلاستيك دول. اي ازازتين بقى بلاستيك عندك اي شكل، انا هستخدم الازازتين دول. هيبقوا اهم حاجة بس يبقوا الاتنين حاجة واحدة، حجم واحد وشكل واحد. وهنقصهم برضو مقاس واحد، هساوي الاحرف كده بالمقص، وهبدأ ادخلها في كم البادي. بصوا كفر بقى سريع وتحفة، يعني هياخد شكل الازازة بالظبط. وهبدأ اثبت الاحرف بتاعته لجوه، يعني احط عليها شمع وابدأ اثبتها لجوه علشان تغلف الحافة كلها ويديني برضو شكل جميل. وهنا بقى هثبت كل الزيادات دي على القاعدة من تحت، هدخلها كده في الحتت الفراغات بتاعت قاعدة الازازة. عملت الازازتين بنفس الشكل ولزقتهم في بعض، وهاخد مقاسهم على قطعة كرتون وهقصها بالشكل ده. هستخدم قطعتين نفس المقاس، هظبط كده الاحرف بتاعتها كويس، وهاخد قطعتين علشان يديني سمك كده ومتانة. انا عاوزاها تبقى تخينة شوية، هلزقهم في بعض وهغلفهم بالقماش. هجيب قطعة قماش، اهم حاجة قلنا تناسق الالوان. كم التيشيرت فيه وردات بينك كده، فانا استخدمت القطعة دي برضو كانت من ملابس قديمة عندي، وهبدأ اغلفها بالشكل ده. هتني الاحرف كلها لجوه، هثبتها بالشمع، وبعد كده هستخدم قطعة قماش. هحط الشمع الاول على الاحرف كلها، واحط قطعة القماش التانية علشان اغلف الوجه التاني، هثبتها عليها بالشكل ده. وهشيل بقى اي زيادة بالمقص، هنمشي بالمقص على الاحرف بالظبط علشان يبقى الشكل مظبوط معايا. طبعا مش هينسل معايا خالص القماش لانه ملزوق بالشمع. هثبت بقى الازازتين دول عليها بالشكل ده،
وهبدأ بقى بخيط الخيش. ممكن تستخدمي اي خيط طبعا متاح عندك، حتى لو خيط مكرمية، خيط كليم، اي خيوط او اي شريط تزيين، بس يكون رفيع مش سميك، يعني يكون مقاس الحافة بتاعتها كده. وهبدأ اغلف الحرف بتاع قطعة الكرتون المتغلفة دي من تحت، او القاعدة بتاعتي. هغلف الجزء اللي تحت ده القاعدة، وهغلف الحافة بتاعت الازازتين من فوق بالشكل ده، علشان تديني برضو يعني ترسم الشكل معايا اكتر. كل ده باضافات بس يعني بسيطة، بس بتديني نتيجة حلوة اوي في الاخر. طبعا زي ما استخدمت خيط الخيش من تحت، فانا عاوزة استخدمه من فوق علشان يبقى ماشي كله مع بعض. بعد ما غلفت الحافتين بتوع الازازتين، ده صف خيط الخيش هستخدمه، بس هربط الازازتين بقى مع بعض، هيديني ثبات ليهم جدا ومنظر تحفة. وبعد كده استخدمت برضو قطعة من خيط الخيش، عملتها في يونكتين وهلزقهم على الازازتين بالشكل ده، يديني منظر رقيق وجميل قوي، يعني اضافة حلوة جدا بصراحة. وهستخدم كمان على القاعدة من تحت ارجل كده من الكور الخشب، هتديني ارتفاع وهتديني منظر تحفة قوي. ده منظم، شكله في منتهى الجمال وعملي جدا ومش مكلف، ممكن تستخدميه لأي أغراض عندك في البيت، شكله رائع. تالت فكرة معايا هستخدم الجردل البلاستيك الصغير ده جردل بتاع دهان بلاستيك، أنا بستخدمه في الشغل بتاعي. فلما فضي هنعمل منه فكرة حلوة قوي، نفس المقاس بتاع الجردل ده، يعني ممكن تستخدميه كبديل، اللي هو الجردل الصغير بتاع الايس كريم، او اي جردل اللي هو بتاع الغزل البنات، بيتباع فيه برضو غزل البنات، بيبقى نفس الشكل ونفس الحجم. هنشيل الجزء بتاع اليد اللي هو الحافة من فوق كلها، قطعتها بالقطر، وهاخد الجزء اللي تحت ده هغلفه من بره ومن جوه بالقماش. هنا كنت خلاص بثبت القماش على القاعدة من بره، وهشيل برضو الزيادات كده بالمقص، هنمشي على الحرف بالظبط. وهنغلف الغطا بالشكل ده كده. انا هغلفه من اتجاه واحد، اللي هو الوش اللي من بره بس، مش هحتاج خالص اغلفه من جوه. بعد ما ثبت الشمع عليه كله، لزقت عليه القماشة وشلت الزيادات بالمقص، واحط على الحرف بتاعه كده شريط تزيين، هثبته بالشمع، هشيل الزيادة بالمقص، وهبدأ اثبت الاحرف كده علشان ما تفكش معايا او تنزل. وده برضو جزء من حزام جلد كده، هعمله ليها يد من فوق، وهثبت القطعتين دول من شريط التزيين، هيثبتوه يدوله منظر حلو قوي، يعني هيخلوا الايد معايا ثابته جدا. دي حته كانت متبقيه من شريط التزيين اللي عندي، هعملها بالشكل ده، هتبقى شكلها تحفه قوي. هحط لها كمان فص من جوه، عملتها زي شكل الحدوه كده، واحط لها الفص ده من جوه، شكلها تحفه. استخدمت كمان الكور البيضه، الكور اللولي، عملتها ارجل، استخدمت 5، هتديها منظر تحفة مع الفصوص البيضة اللي عليها من فوق. بصوا الشكل بقى تحفة. ده منظم توك او اكسسوارات، بيبقى حلو قوي الاكسسوارات لانه متغلف بالقماش فبيحافظ عليها. بصوا هنا بقى عدت المقطع ده بس عشان اوضح لكم ان انا الجزء اللي اخدته من الجردل اللي هو الفكرة اللي فاتت، هستخدمه في الفكرة اللي بعدها، اللي هو الجزء بتاع يد الجردل الحلقة اللي فوق. هنا اخدت جزء من رجل بنطلون، وهبدأ اقصها بدوران من تحت بالشكل ده، وهقلبها او هتني الجزء ده كده، هقص دايرة، هقطعها 8 اجزاء اهو. بصوا انا طبعا قسماها علشان يطلع الشكل معايا مظبوط. هقلب بقى رجل البنطلون وكل المثلثات بتاعه الدايرة اللي انا قطعتها بالمقص، هقلبها لبره بالشكل ده بالشمع، علشان الدايرة تبقى متينة معايا كده ومتماسكة، وفي نفس الوقت ما تنسلش معايا خالص. الفكرة دي جميلة وسهلة جدا. هنرجع نعدل تاني رجل البنطلون، وهقفل الجزء اللي من تحت ده اللي انا قصيته بدوران، هقفله بالشمع. لو حبيتي تقفليه بالخياطة مش هياخد معاكي مجهود، يعني زي ما انتي حابة، هو بالشمع ثابت جدا وكويس، يعني هي حتة صغيرة او مش هتاخد منك مجهود سواء بالشمع او بالخياطة. وهنا بقى استخدمت شريط التزيين حوالين الدايرة اللي انا فتحتها من تحت دي،
وبرضو حوالين الجزء اللي انا قفلته بالشمع من تحت. اي شريط تزيين بعد ما هثبت شريط التزيين هنستخدم بقى الجزء اللي احنا اخدناه من الجردل على الرجل من فوق. الفكرة دي تحفة تحفة تحفة. هنثبتها بالشكل ده بالشمع، يعني هتاخد نفس المقاس. لو مش نفس المقاس والرجل اوسع منها برضو هتقدري تعملي كسرة كده في الرجل من فوق بالشمع برضو هتثبتيها. هنا انا جت معايا مقاس الحلقة دي بالظبط. بعد ما هثبتها كويس هثبت عليها برضو جزء من شريط التزيين على الحافة من فوق كده، هيديني منظر تحفة جدا. الفكرة دي مفيدة جدا جدا فعلا، حل المشكلة كبيرة قوي بتواجهنا في المطبخ. ده هيبقى يا جماعة منظم اكياس لاكياس بقى المشتريات اللي هي بتبقى مسببة لنا مشكلة في المطبخ. هنحط كده، او طبعا هو ليه يد من فوق اهو، هنعلقه في اي مكان عندك في المطبخ هتعلقيه، وهتستخدمي الجزء اللي فوق، الفتحة اللي فوق دي كلها هتحطي منها الاكياس، والفتحة اللي هي الدايرة اللي تحت هنطلع منها الاكياس اللي احنا عايزينها. يعني هيطلع معانا بالكيس كده. هنا انا كنت بحط له فيونكايه كده هتديله منظر حلو قوي. هي بسيطة بس اديته منظر تحفة اهو. بصوا هندخل الاكياس من فوق ونطلع الاكياس من الفتحة اللي تحت. والله الفكرة في منتهى الجمال. طبعا انا الفيديو مسجلاه بعد ما استخدمت اصلا المنظم ده بكتير، على بقى ما نزلت الفيديو فانا استخدمته كام يوم كده. رائع رائع، وبياخد فعلا كمية كبيرة قوي، وفعلا حللي مشكلة كبيرة جدا، وكمان شكله تحفة. اخر فكرة معانا هنستخدم علبة الكريم الفاضية دي علبة حمام كريم. يعني نستخدم علبة كريم تكون واسعة شوية كده، مش صغيرة قوي زي اللي في ايدي دي كده، ولو اكبر كمان هتبقى احلى. لفتها من بره بالقماش زي ما شوفنا، وهعمل كده بشريط الستان ده على الحرف من فوق ومن تحت عشان يديني برضو فينش وتقفيل حلو كده. ده شريط ستان رفيع، البكرة بتاعته رخيصة قوي يا جماعة على فكرة، بس بينفع في حاجات كتير قوي. والغطا قطعت دايرة من القماش بس اكبر من الغطا، اكبر من المساحة بتاعة الغطا شوية بحوالي سنتي ونص كده. وهبدأ ألزق الأحرف بتاعة الدايرة بتاعتي القماش على الغطا، بس هسيب الجزء ده كده علشان أدخل منه الحشوة الفايبر. هدخله حتة حتة كده، وبعد كده هقفل بقى الجزء اللي أنا كنت سايباه ده بعد ما هخلص الحشو بتاعي، وهشيل الزيادات كده بالمقص، وهستخدم شريط الستان اللي أنا استخدمته على العلبة نفسها على الحرف. هيديني منظر حلو قوي. وهنا عملت لها أرجل من فصوص اللولي المدورة. عملنا منظم حلو قوي من جوه، هنحط فيه ادوات الخياطة من البكر بقى للإبر. والجزء اللي فوق اللي هو الغطا استخدمته للدبابيس، يعني شكله تحفة جدا ولملي حاجات كتير رفيعة. فكرة بسيطة جدا